طب انت دلوقتي يعني مطرب عاطفي جامد وكنت بتغني اغاني وطنيه سمعت وبقيت في اذهان الناس سنين طويله يعني. واطفال. واطفال طبعا، ليك اكتر من شريط وليك اكتر من اغنيه من اغاني الاطفال. ايه اللي خلاك فجاه الناس تكتشف فيك مطرب بيغني اغاني دينيه يعني تاثر في الناس بالشكل ده بعد حفله نصف شعبان في مارينا؟ الغنى الديني مشواره معايا من الاول، يعني انا غنيت الاربع الوان اللي حضرتك ذكرتها من البدايه. محمد ثروت غنى للملحن محمد سلطان حالة حب وعاشقين كلمات محمد حمزة. في نفس السنة عملت حبيبة بابا رشا. في نفس السنة عملت يا رسول الإنسانية يا ختام المرسلين كلمات الشاعرة الرحيلة علي الجعار وألحان الموسيقار محمد الموجي. في نفس السنة عملت صوت بلادي مع الأستاذ عبد الوهاب. فما كانش فيه. بس انت مش معايا يعني ان الناس كان رد فعلها كبير وعالي لما غنيت في مارينا؟ يعني واحد رايح يغني لناس في مصيف في النهايه يعني في مارينا يعني مايوهات بقى والعوامات والحاجات اللطيفه وجيت سكي والحاجات اللطيفه دي، وواحد يطلع يغني في النصف من شعبان في مارينا. اولا ما كانتش مخاطره بالنسبه لك يعني؟ كانت مخاطره. حسبتها ازاي طيب؟ كانت مخاطره وكنت بسعى لها بقالي سنتين. يعني المسألة دي جت السنة دي كده بالتوفيق الحمد لله، لكن كنت بسعى قبل كده عشان أكون واضح. يعني مارينا بالذات. ليه؟ ليه؟ لأن احنا من سكان مارينا، وانت وغيرك وناس كتير جدا جدا شرايح محتاجة يتلبى لها رغباتها. يعني ايه المانع ان انا اتعامل مع حياتي بالشكل الطبيعي العادي وانا في مارينا؟ ايه مارينا يعني؟ يعني ايه مارينا؟ هل مارينا دي مثلا بتحجب عني اشياء بتخليني اسيب مشاعري وجداني في القاهره وانا رايح مارينا؟ احنا لا بس الجو هناك يعني يخلي الناس عايزه اغاني، شويه اغاني سريعه ايقاعها سريع، عايزه صخب لان الحياه في مارينا صاخبه وانت عارف كويس يعني الحياه شويه صاخبه. فراحوا في النصف من شعبان يحضروا حد، طبعا هم كان عندهم فكره، فراحوا فلقوا حد بينشد وبيغني غنى ديني وهم مش متعودين على كده يعني. لا هم متعودين على كده وكانوا مستنيين كده، وانا تعمدت ان انا اعمل ده رغم انه كان في زي ما حضرتك بتقول كده ناس بتعارض وناس بتقول لا طب ارجع يا مجنون وما تعملها مش كده. طب لو حد دخل بالمايو حاجات الناس بتهزر يعني. قلت له اللي يخش بالمايو يخش بالمايو عادي يعني. لكن احنا الحمد لله دلوقتي ارسينا يعني قاعده او شكل من اشكال الاعتياد، لان احنا دايما بنتعود اول واحد بس يحط حجر الاساس. واخد بالك؟ فهتبص تلاقي بعد كده حفلات في مارينا كلها دينيه وكل المطربين والمطربات هيغنوا ديني، لان عشان هتبقى موضه يعني. ما هو اللي حصل انه لما حد بينجح في لون وفي مكان هتلاقي حد يعيد نفس التجربه، وده مش وحش. انا مش كده؟ لا طبعا مش وحش خالص يعني. ايه اكتر اغنيه في مارينا حسيت انه الناس في حفل مارينا حسيت الناس تجاوبت معاها؟ لا كتير يعني، ناس تجاوبت قوي مع القلب يعشق كل جميل، مع روضة الهادي نبينا، مع الله يا رسول الله، مع يا رسول الله أجرنا، مع صلوا عليه لتسعدوا، مع كله الحمد لله. طب نشوف نموذج بقى ورينا. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل قليل وندم يدوم يوم ولا يومين ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصال ودوم، لا يعاتب اللي يتوب ولا في طبعه اللوم، واحد ما فيش غيره
ملا الوجود نوره، دعني لبيته لحد باب بيته، واما تجلالي واما تجلالي واما تجلالي بالدمع ناجيته، بالدمع ناجيته. الله الله الله.